تفتكروا ايه اهم حاجة في العلاقة ما بين طرفين؟ الاحساس بالامان ولا الاحترام والتقدير ولا الاهتمام؟ اهم حاجة فيهم هي الاحساس بالامان، تليها الاحترام والتقدير، واخر حاجة الاهتمام، وهقول لكم ليه. اول حاجة بالنسبة للاهتمام فبيطلب عادي جدا، اهتماماتي غير اهتماماتك، فاللي انا عايزاه بطلبه منك طبيعي جدا. تاني حاجة بالنسبة للاحترام والتقدير فالموضوع ده بيبان من اوله، زي بالظبط ما اكون داخلة الجنينة والجنينة دي كلها اشواك، فانا داخلة الجنينة وعارفة اخد بالي من الشوك اللي هنا ومن الشوك اللي هنا. كذلك الشخص اللي هو ما عندوش احترام ولا تقدير للي قدامه، فانا داخله وحاطه حدود لنفسي وحاطه طريقه معينه في التعامل عشان اتجنب عدم الاحترام. ثالث نقطه في العلاقه بين طرفين وهي اهم نقطه، وهي الاحساس بالامان. للاسف الاحساس بالامان ده ما بتكتشفوش غير لما بتخش فعلا في علاقه مع الشخص. عامل كده زي جنينه جميله من بره، بس تيجي تخشها تلاقي نفسك وقعت في طينه فاتطينت، وقعت في حفره فاتعورت، دوست على قنبله فانفجرت في وشك. الشخص ده في اول العلاقه بيكون ظريف وجميل وشكله حلو واسلوبه جميل في الكلام، يبتدي يعرف نقاط ضعفك، يبتدي يعرف اسرارك، يبتدي يعرف كل حاجه عنك، بعد كده يبتدي يستغلها ضدك. فجاه كده وانت بتتكلم معاه تلاقي قلب عليك 180 درجه والموضوع ما يستاهلش. دايما وانت بتتكلم معاه تكون في حاله دفاع عن النفس، لانك دايما متهم، دايما غلطان، دايما بتكذب، دايما لازم توضح انت عملت كده ليه. كمان لما يحصل الخصام فيبتدي يحصل بقى خلاص يدوس على نقاط الضعف اللي هو عارفها عنك، يبتدي ينشر اسرارك بره، يبتدي يتكلم في ظهرك، ممكن يكذب علشان يبين ان هو مش غلطان في الموضوع ديت وان الغلط كله راكبك. من الاخر كده وجود احساس بالامان بينك وبين شخص معناها انك لما تكون في شدتك بتجري عليه تحكي له، ما تتكسفش انك تتكلم عن مشاعرك، عن اسرارك، عن افكارك، لانك عارف ان الشخص اللي قدامك ده عمره ما هيأذيك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جه في فتح مكة يوم 8 هجريا للكفار قال لهم ايه؟ قال لهم من دخل داره فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل دار ابو سفيان فهو آمن. ايه ده يا رسول الله؟ دول اذوك، دول عذبوك، دول عذبوا المسلمين، دول خلوك تهاجر من احب البلاد. هم اذوني لكن انا مش شخص مؤذي. هو ده الاحساس بالامان واللي كانوا عارفينه الكفار عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.